اهلا، معاكم ساره. وصفه النهارده مفيش اختلاف عليها، نعملها كده بقلب جامد من غير ما نسال تاكلوا ايه على الغدا، تحبوا ايه، ايه اللي ما بتحبوهوش. لا انا ما بحبش ده يا ماما، انا مش عايز ده يا ماما. لا احنا نعملها من غير ما نسال، ونقدم معاها اي حاجه تانية، محدش هيبص لاي حاجه تانية اصلا وهي موجوده. التشيكن ستريبس بكل سهوله وبابسط طريقه وبانجح كمان طريقه. يلا على طول نشوف ازاي هنعملها. في طبق كبير هنضيف نص كوبايه من الدقيق، ملح، فلفل، كمون، بابريكا، كاري، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخل. هنقلب كل حاجة مع بعضها وهنضيف عليها كمان مية بالتدريج لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. المية فترة من الحنفية عادي، ولا سخنة ولا ساقعة. هو ده القوام اللي المفروض نوصل له. هبدأ اضيف الفراخ بتاعتي، كل ما تقطعها طبعا صغير كل ما بعد كده هتستوي معاكم اسرع. بعد ما سبناها في التتبيلة حبة حلوين، ويا ريت نسيبها قبلها بيوم كمان، هضيف نص كوباية كمان من الدقيق. وانا بحب اعمل على طول اي حاجة بحطها في الدقيق وبقسماط والحاجات دي كلها، بعمل بانيه، بعمل حتى الفراخ الكريسبي بعملها بالحركة دي، بحطها في اي علبة، وخصوصا العلبة دي انا بحبها قوي. نص كوباية من الدقيق، ربع كوباية من البقسماط، ونفس البهارات اللي احنا حطيناها في التتبيلة هي كمان هنحطها هنا، بس مش هتكون الكمية بتاعتها كبيرة. هنا هنحط نص معلقة من كل نوع، وهزود هنا توم وبصل باودر، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، والملح كمان هنزوده هنا عشان يبقى الطبقة اللي بره كمان طعمها حلو. هقلب الخليط ده كله كويس جدا مع بعضه، معلقتين كبار من النشا. هبدأ اخد الفراخ من التتبيلة بالتتبيلة بتاعتها، بس ما اشيل بس الزيادة، اللي اخلي التتبيلة بتاعتها تنزل بسيط خالص، مش كلها يعني، ما مسحهاش، واشيل التتبيلة اللي عليها. وهبدأ احطها في البوكس او في العلبة اللي انا هستخدمها، واقفل كويس جدا وابدأ ارجها. بس هي مرة اتنين تلاتة كده هتلاقيها خلاص بقت معانا متغلفة وتمام التمام، وبقت معايا بالشكل اللي شايفينه ده. تخيلوا بقى دي بقى لما تستوي او ندخلها في الزيت وتتقلي كده، انتوا متخيلين القطعة اللي هي الباردة اللي فيها دي بعد كده هتديها احلى كريسبي. بعد ما اخلص الكميه كلها احطها في الفريزر شويه او في التلاجة لو انا عندي فتره طويله. في الفريزر لو هتقعد معايا مثلا نص ساعه، لمجرد بس ان هي تتشمع كده، وتخلي الطبقه دي تمسك كويس جدا في الفراخ والتتبيله اللي احنا كنا حاطينها مع الفراخ. مش لازم قوي في التشيكن ستريبس ان احنا نقلي في زيت يكون غزير او كميته كتير، عادي ممكن تكون طاسه ونحط فيها كميه بس معقوله من الزيت وتمام، ما فيش اي مشكله، مش زي الفراخ اللي احنا بنعملها بقطع. الزيت بتاعنا يسخن كويس، وبعد كده مش اللي هو يسخن اللي هو يتحرق، وبقى اول ما نحط الفراخ تاخد لون بسرعه وتبقى من جوه مش مستويه. احنا عايزينها تسخن براحتها خالص على درجه حراره وسط لحد ما تبقى درجتها مظبوطه. هبدا اضيف واحده واحده، مش هضيف الكميه كلها مره واحده، واحده واستنى كده ربع دقيقه التانية، وهكذا ما خلصت الكميه كلها في نفس الطاسه، او ما خلصت كل الكميه كلها مره واحده. اقسم الكميه بتاعتي على حسب حجم الطاسه. انا هنا ممكن اعمل اتنين تلاتة كمان اربعة، بس مش اكتر من كده في طاسه واحده، واسيبها لحد ما تاخد لون حلو قوي من تحت. هقلبها على الناحيه التانية واخليها تاخد لون كمان حلو. معلومة كمان، لو انتوا الفراخ بتاعتكم بعد ما طلعتوها من التلاجة او سبتوها شوية في التلاجة ولقيتوها كده مندية معاكم، ممكن ترجعوها تاني في الخليط اللي باقي عندكم من اللي احنا كنا حاطينه بره او مغلفين منه الفراخ. مجرد بس ان هتحطوها في الخليط ده وترجوها مرة كده ولا اتنين، هتبقى هي غلفت الطراوة اللي موجودة في الفراخ. كده خلاص استوت معايا وبقت بالشكل ده، غير شكلها الحلو اللي شايفينه ده، ريحتها مش قادرة اقول لكم قد ايه كانت حلوة جدا. نقدم بقى معاها اي صوص من الصوصات اللي احنا بنحبها. انا حطيت معاها ميكس من المايونيز والمستردة والكاتشب والباربيكيو كمان مع المايونيز، الميكس ده كله كده مع بعض حلو قوي، وخيار مخلل، ونجيب العيش ونعمل احلى سندوتشات من احلى مطعم، يعني بجد مفيش احلى منها.
قرمشتها حلوة جدًا، متأكدة إن هي نضيفة، متأكدة إن أنا متبلاها والتتبيلة بتاعتها مضبوطة، مش إن إحنا نجيبها مرة تلاقي التتبيلة متبلة كويس جدًا والتتبيلة حلوة، ومرة تانية نلاقيها ما لهاش طعم. لأ، إحنا هنا متأكدين وعاملين كل حاجة بإيدينا. ممكن نقدم معاها مكرونة طبعًا white sauce، ممكن نقدم مكرونة بالصلصة العادية، نقدم معاها كمان رز بسمتي، أي حاجة. قطعت لكم حتة منها، شايفين قد إيه مستوية ما فيهاش أي حاجة. جربوها بجد بالطريقة دي هتعجبكم جدًا جدًا، وبكل سهولة هتطلع معاكم ناجحة إن شاء الله. أقابلكم في فيديوهات جاية وصفات مختلفة، وسلام عليكم.